من منا لا تستهويه هذه الصحون وتتصيده هذه الأطباق؟ إنها موائدنا التي لا نستكمل إكرام الضيوف إلا ببسطها أمامهم، وفي رحابها تطيب المآدب في رابعات الأيام الجميلة. هذه أطباق اللحم المشوي على أفران نارها هادئة، وعن يمين متناول المائدة أرز وخضار وأصناف مختلفة مما لذ من تلك الفصيلة الغذائية والطاب، وعن الشمائل فواكه وأجبان وأشربة وآخر من شكله أزواج. نعم، هذه وجباتنا التي طورنا بها عاداتنا الغذائية التقليدية وأسلوبنا الأصيل في التلقي لكل من تقطعت بهم السبل. لكن هل فعلا ما زلنا نعتقد أننا نعيش في تلك العهود الغابرة، أم أننا نعلم فعلا أننا نعيش في عصر مغاير؟ كانت حصة مستشفى الإنكولوجيا من فلذات أكبادنا بحجم الجدة والحداثة غير المدروسة في الموائد. هل سألنا أنفسنا يوما عن مصدر ما نأكل، عن مطابقته للمعايير الدولية؟ هل تحققنا فعلا من أنه صالح للاستخدام البشري، محفوظ في الظروف المحددة من المصنع، غير مشحون بكميات زائدة من المواد الحافظة والمسرطنات، غير منتهي الصلاحية؟ شارع الرزق، سوق كلينيك، السوق المركزي بالعاصمة. تعد هذه الأسواق أكبر مزودي المواطن الموريتاني بالمواد الغذائية. دجاج، لحوم، مشروبات غازية، خضار وفواكه، كلها توجد هنا. تشترك في نفس الحال الغياب التام لمعايير الحفظ الجيد، غياب قد يعتبر فتاكا وطريقا مختصرا إلى مستشفى الإنكولوجيا. لا يكمن الخطر في المادة نفسها بل في طرق الحفظ. ننظر بقلق بالغ لتدهور الحاصل في مجال الصحة العمومية، والذي نعتقد جازمين أن السبب المباشر هو غياب الرقابة على المواد الغذائية وعلى الظروف البيئية التي تكتني في الحياة العامة. ونعتقد أنه ما دام مع الأسف الرقابة على المواد الغذائية وعلى الأدوية دون المستوى جدا، نعتقد أنه سنظل في هذا المستنقع الآسن جدا والذي ينذر بكارثة. إذا أردنا أن نعدد بعض الأمثلة التي نحن سجلناها في المنظمة التي نحن متطوعون فيها، تجد أنه في كل المجالات تجد اختلالات كبيرة جدا. بالرغم من الخطر الذي يصفه الخبراء بالمحدق، فإن مهمة ضمان الجودة والأمن الغذائي تتوزع على عدة مصالح موريتانية تسند لها مراقبة السوق. بحسب وكالة الأخبار المستقلة، في 5 أكتوبر 2022 أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي بيان قدمه وزير التجارة والصناعة والسياحة المرابط البناهي يقضي بإنشاء وكالة وطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، لكن هذه الوكالة لم ترى النور بعد. تم إنشاء هذه الوكالة للسلامة الأغذية، حتى الآن لم ترى النور، والله ما بدأت تشتغل. راجين إن شاء الله تقوم بالدور اللي أنت تكتمل هياكلها. في 4 أبريل 2023 قدمت وزارة التجارة والصناعة إشعارا يفيد بإلزام التجار بالحصول على شهادة تسمى PVCM، شهادة مطابقة المواد المستوردة للسوق الموريتانية. النقطة المثيرة للدهشة والاستغراب أن هذه الوثيقة الإدارية والحساسة لم تكن إلزامية من قبل، بعد 60 عاما على استقلال البلاد. المثير أكثر أنه في يوم 6 أبريل 2023، أي بعد يومين فقط من إصدار القرار، قامت الوزارة بإلغاء الإلزام الذي يحدد جودة معايير السلع المستوردة. إدارة الرقابة المعروفة باسم مديرية المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش، هذه أيضا إدارة مركزية كبيرة، والتي من مهامها التدقيق بالتنسيق مع المصالح المعنية من أجل ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية. رغم تعدد هذه الهيئات، إلا أن الرقابة على السوق
وطرق عرض المواد الغذائية بفوضوية وعدم مراعاة معايير السلامة تنذر بخطر آخر. الرقابة في الدولة هنا في الدولة الموريتانية واجعة، ما هي رقابة فعالة به اللي الرقابة متقسمة على عدة وزارات، كل وزارة قابضة جانب من الرقابة فيما يعني تخصصها. كيف مثلا رقابة المواد الغذائية الأصل الحيواني عند وزارة البيطرة، رقابة المواد الغذائية الأصل النباتي عند وزارة الزراعة، المياه ومولي الأغذية قاع كاملين عند وزارة الصحة. هذا أدى أن عاد فهم تداخل في الصلاحيات بين الوزارات، به الوظيفة الواحدة تعود عند عدة وزارات، ومن الناحية القانونية بعد قاع. وثانيا مولي عادوا كل وزارة مولي عندها جانبها هي تشتغل فيه اللي مهم عندها، اللي هم عندها من الرقابة الغذائية، والرقابة الغذائية بالنسبة لها ثانوية، طغات مهمة الأصلية على مهمة الرقابة الغذائية. الحرية المطلقة في البيع، لا شيء يمنعك من مزاولة العمل كبائع في السوق الموريتاني. يزاول الجميع العمل هنا كبائعين في السوق الموريتاني، مع أن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة وجود إذن للبيع، إلا أن هذا القانون لا يتم الالتزام به في مراكز البيع والشراء، ما يجعل كل ما يباع هنا توجد حوله عديد نقاط الاستفهام. حتى الآن ذا اللي ناكل وذا اللي نشرب وذا على حسابي، مثلا المعلومة نأكدها مثلا مسؤول عن صحتها، ذا اللي يدخل موريتان من الأغذية ما في الشراء. بالحديث عن المواد الغذائية يسوقنا العنوان إلى استعراض أهم المنتجات التي تباع في السوق وطرق حفظها السيئة وما قد تؤديه من أمراض فتاكة. الدجاج من أهم الأغذية التي يستخدمها الموريتانيون بشكل يومي. الدجاج المستورد، يستخدم الموريتانيون الدجاج المستورد بشكل شبه يومي، وقد يكون ذلك عائدا إلى توفره بالتقسيط لدى المحلات، ما قد يزيد الإقبال عليه، خصوصا إذا عرفنا أننا في بلد فقير جدا يصل مستوى دخل الفرد فيه إلى 1086 دولارا فقط للسنة. البروفيسور محمد الحافظ دهاه أستاذ جامعي درس بالجامعات الفرنسية قبل أن يعمل موظفا دوليا لدى منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال. أشرف ولدها على وضع خطط الأمن الغذائي بجمهورية تشاد. ينذر الموظف الأممي والخبير في السلامة الغذائية والأستاذ الجامعي بخطر محدق حول استعمال منتج الدجاج المجمد، ابتداء بسلاسل التزويد وصولا إلى الأطباق في المنازل. ناس من تجار في شهر خارج يستوردوا قدر من الدجاج هذا المجمد ويجيبوه الموريتان بدون مراعاة أي ضوابط تسمح والله تضمن جودة هذه المادة لحساسية لأقصى درجة. وقال من ناحية علمية أي مادة غذائية تم تجميد هذه المادة حتى ما تحت الصفر لين تلاقي حد اللي يستخدم ذيك المادة، طبعا لا يخلي نعود إعادة المادة إلى حالة طبيعية، ما يتواسى يعيد التجميد من جديد. بلا معنى على أنك تشوف مثلا دجاج يلا تعود درجة حرارته يحفظ درجة حرارة 6 والله ناقص أقل من الصفر، وتشوفهم يديروا على ظهر بيس منقول من ولاية لولاية. عملية التجميد وإعادة التجميد خطر محدق رصدته كاميرتنا أثناء التجول داخل السوق بشكل متكرر جدا، والخطر الأكبر استخدام هذه المواد بعد هذه العملية قد يعرضك لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة جدا. كل ما تم عن حد يذوب ذيك المادة المجمدة بإعادة تجميد وتكرار العملية، في كل مرة تزداد نسبة هذه البكتيريات الضارة إلى نسب ممكن يسبب تسمم غذائي، بل أحيانا بالنسبة للمواد من اللحوم البيضاء كالدجاج مثلا تولد من بعض المواد المسرطنة. خطر آخر أشد وقعا من التجميد وإعادة التجميد المواد الكيميائية، السرطان الخفي. الدجاج منتج من أصل حيواني ويحقن بقدر من الهرمونات ويعطاه قدر من المضادات الحيوية يحتمل نموه بصفة أسرع. ذوك المدخلات اللي ندخلوا عليه عندهم لائحة ومعروفين أنواعهم وكمياتهم. هو باش عاد المنتج يحقن الدجاج بكمية كبيرة باش أربع الحيوان اللي عنده، نضرب مثلا بالدجاج باش أربع بسرعة أسرع وبالتالي نزاد ربحه هو.
علاقته ما هي بالشمس، علاقته انه بقاياه يبقى في رنسجه فماتيه ولا له علاقه بالشمس. هو حتى العاد مجمد ودرجه تجميده جيده وانت ضبط من الفريكو، الخطر مازال فماتيه به اللي اصلا من صناعه المنتج، اصلا من انتاجه في البدايه. بالحديث عن التجميد وإعادة التجميد لا بد أن ينصرف الذهن قليلا إلى الشمس، حيث تتميز الأراضي الموريتانية بمناخ مشمس طوال فترات السنة. تقدر الكميات بقيمة تصل إلى 2000 و 2300 كيلووات للساعة لكل متر مربع سنويا. هذه الكميات الكبيرة تكفي حتما للوصول لمرحلة الذوبان لبعض المواد، فتخيل كم الخطر المحدق إذا كانت علب المياه التي تستخدم للشرب تتعرض طوال اليوم أمام المحلات في السوق للشمس بدرجة حرارة كبيرة، وهي التي يفترض أن لا تزيد درجة حرارة حفظها على 4%، وإلا فالسرطان قد يكون مصيرا مشتركا لكل مستخدمي هذه المواد. يوجد بديل محلي عن الدجاج المجمد. نتحدث عن هذه المداجن المنتشرة بالعاصمة نواكشوط بأحيائها الراقية والشعبية على حد سواء، لكن حتى هذا البديل لا يخلو من عيوب، فمشاهدة عدد كبير من الدجاجات المذكاة تحيل إلى إمكانية تعفنها وما يسببه من مخاطر على الصحة، حيث يفترض أن تتبع الذكاة بالطهي مباشرة، وهو ما قد لا يحصل إذا تأخر المشترون ولم يتناسب الإقبال مع المعروض في وقت مبكر بعد عرضه. ليست الشمس الخطر الوحيد على علب المياه، بل قد تشكل العلب نفسها خطرا أكبر بسبب استخدامها عدة مرات، وليس خطر الاستخدام المتكرر خطرا بحد ذاته. بسبب الفقر المدقع في موريتانيا يبحث كثيرون عن العيش بسبل شتى، حتى أن مهنة أحدهم قد تقتصر على جمع هذه القنينات الفارغة وبيعها في كميات لاستخدامها من جديد. تجمع هذه القنينات في مكان واحد في هذه الوضعية المزرية وسط هذه البيئة المليئة بالأوساخ والجراثيم. هذه المخاطر الجمة والكثيرة المنذرة بخطر قاتل لا بد وأن ينصرف الذهن إلى حل لها. أول الحل الاكتشاف، وأول الاكتشاف الفحص، ولا يكمن الفحص إلا بوجود المختبرات. فما هي وضعية المختبرات المسؤولة عن كشف وفحص الغذاء؟ ما مستوى الوضعية الرقابية؟ هذه المختبرات أنشئت بمراسيم، لكن حتى الآن كان في تداخل في الصلاحيات. أنت تقوم هذه المختبرات عندما تكون في مشكلة صحية، تلوث غذائي، تسمم غذائي، فيك اللحظة ينطلب من هذه المؤسسات والله هذه المختبرات القيام بدور إعطاء استشارة تقنية تقوم دور رقابي. لا يوجد دور رقابي لهذه المؤسسات. ماني عالم شيء من خبار ذوك معتمد يعود موجود على مستوى الميناء لفحص جودة هذه اللي يقعد فهم ديزاجان. عندنا كان عندهم الوسائل، كان عندهم الآليات الكفيلة لي يتأكدوا من جودة اللي جاي كامل. هي غير ليه لابوراتوار اللي عينك انت عليهم ماني على حسب علمي انا فهمشي تابع لليونيفرسيتي، فهمشي تابع لوزارة التجارة، يعني ما هي بذيك المستوى اللي قد نقول نحن عنها كفيلة ضمان للمواد اللي تدخل موريتانيا عنها المواد. تاريخ الصلاحية. يكتفي الناظر في الغالب للتأكد من تاريخ المنتجات علبا كانت أو قنينات إلى تاريخ الصلاحية، فإذا كانت فترة انتهاء الصلاحية لم تحل بعد يطمئن ذلك المستهلك، لكن الوضع قد يكون أكثر خطرا. لا معنى للحديث عن تاريخ الصلاحية إذا لم نحترم ظروف الحفظ، وهي مشكلة في موريتانيا، لأن احنا أغلبية عندنا المواد الغذائية تنقل شغل داخل، تنقل فتات كبار ما تحترم أي جودة. حتى في نواكشوط أيضا، حتى تجبرها مطروحة قدام، تجبرها مطروحة في بعض الأحيان نجبروا لي ياورت، نجبروا لي نوع من الألبان يقولوا عنه في الثلاجة مطروحة. فهمت؟ تقول لك تاريخ صلاحية، تاريخ صلاحية في ذي القائمة. والله خليني نقول لك إنه ما هو من الأولويات الأساسية، مهم غير ما هو كل شيء، ما هو المؤشر الحقيقي. لابد من يكون الغذاء لا يحوي ملوثات، لا يحتوي على ملوثات كيميائية أو بيولوجية، وفي نفس الوقت أيضا يعود في ظروف حفظ جيدة. علامات استفهام كبيرة على المواد الغذائية، خصوصا على مستوى المكونات، إضافات كيميائية، طرق حفظ، وحتى التزوير. خبير معتمد في المحكمة في الرقابة الغذائية دائما يعيط لي في بعض من القضايا اللي يخلق فيهم مشاكل بين قاع يعود المورد والمصدر اللي جايبه من عنده والله شيء،
شنو المشاكل ذبته. ولا حاجة اللي عني قط جيت البضاعة لهنا نفتشها ونجبر الدولة سبقتني لها حالات نادرة سبقتني لتفتيش ذيك البضاعة. ما طبعا ما هو طبيعي، ما هو طبيعي. السوق مع الأسف كل الأشياء التي هي موردة من الخارج مشكوك في صلاحيتها. أحيانا قد نجزم أنها مزورة، يعني السلع والمنتجات مع الأسف التي تصل إلينا قد تكون مزورة. لا يمكن أن تجزم بأنه في عنصر معين من المواد الغذائية وحتى الدوائية إلا وهو مزور. يتحدث مراقب ومسؤولو السلامة الغذائية عن قصور كبير جدا وبطء في تدخل السلطات الوصية على مستوى التفتيش، ومشكل كبير في التواصل قد يؤدي إلى دخول بعض المواد دون أن يتم اكتشافها. جات قاع البضاعة في نقر فات دخلت مثلا أرض الوطن يغير لك التزوير ويخرص يقال مو العيا يخلق قاع التزوير سابق الاستيراد عيا يخلق. أنا قد وقفت على حالة منه اللي لا تفتيش بسيط الملف كنت أقول لك عن مفتش يعود كومبيتان ما عنده مشكلة. تفتيش بسيط الملف اكتشفنا عن تاريخ انطلاق الباخرة من بلد المشة عنه وراء تاريخ إنتاج المنتوج الغذائي، والمنتوج الغذائي ما يقعد تم إنتاجه للباخرة أكيد يرى تاريخ إنتاجه السابق انطلاق الباخرة من بلد المشة. دونك هذا واضح فيه عنه تزوير وعنها بضاعة عنها ما هي هذا وحالات يخرجوا ويكتشفوا. كيف قلت لك التفتيش على الوثائق مهم ومرحلة أولية ومهم بشكل ما هو معقول به اللي قاعد يشوك وثائق وفيهم نتائج اختبارات للمنتج ويعود الوثائق مزورين هم من رؤوسهم قاع مزورين. بالعودة إلى المخاطر، فإن أكبر ما قد تسبب الحالة السيئة لهذه المواد هو مرض السرطان. أكيد ما فيها الشك، ما في قد حد ورك يقول عنه فات قاموا بالدراسات اللي ياك نعرف شنو الأسباب ولا العلاقات تكون كل اللي ينكوزوا بين ظهور المرض السرطان وطرق عدد الغذائية في موريتانيا. يعني أكيد هناك دراسات والأخرى يبينوا أن التغذي يعني يعد هذه العملية ما تتم باحترام الضوابط الصحية أكيد يعقب يتولد منه عناصر مسرطنة أكيد ما في شك. ظاهر اللي مولي عن من ناحية الصحة العمومية مرض السرطان أكثر الأمراض فتكا في العالم، أعداد كبيرة يخص بها مستشفى الأونكولوجيا بالعاصمة نواكشوط. يتحدث القائمون عليه عن زيادة معتبرة في عدد الإصابات بسبب زيادة معدلات التشخيص بعد إنشاء المستشفى عام 2009. يظهر هذا المنحنى الذي حصلنا عليه والذي نشرته إحصائيات جديدة لمركز إماراتي للدراسات الطبية أعدها أطباء موريتانيون، يظهر المنحنى تصاعدا دراماتيكيا في معدل الإصابات بهذا الداء العضال في موريتانيا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات تشمل فقط الإصابات على مستوى مستشفى الإنكولوجيا. خطر محدق آخر يتعلق بإحدى المواد الأكثر استخداما في الحياة الغذائية الموريتانية بشكل يومي، النعناع. يستخدم الموريتانيون نبتة النعناع بشكل يومي 3 مرات في اليوم على الأقل، ولا يعتبر النعناع بحد ذاته خطرا، بل يعتبر الخطر الأكبر في الطريقة التي تتم بها معالجة هذه المادة بدءا من الأسواق وصولا للشاي، أكثر مشروب مستخدم في موريتانيا. الورقيات أولها النعناع، بما أن المجتمع الموريتاني مجتمع يستخدم النعناع في الأتاي بكثرة خلاف المجتمعات الأخرى العربية اللي تستخدم النعناع في الأكل، وهذا نحن نستخدمه مباشرة في أتاي، وأتاي رواية في كل بيوت الموريتانية. ومع النعناع مولي ثم منتجات ورقية كيف صلاة كيف برسي. توجهنا نحو مزارع تجونين، إحدى المزارع التي تتم فيها زراعة النعناع فضلا عن بعض الخضروات الأخرى. تحف هذه المزرعة كميات كبيرة من الأوساخ ومكبات النفايات، كما توجد هذه المزرعة في منطقة مفتوحة، ما يعزز احتمالية أن تسوق الأتربة والرياح الأوساخ والسموم إليها، خصوصا إذا عرفنا أن هذه المزارع تقع على مقربة كبيرة جدا من مصانع إعادة تدوير النفايات. لفتت انتباهنا هذه البركة
التي تستخدم لسقي نبتة النعناع في هذه المزرعة، كميات الأوساخ غيرت بشكل كبير جدا لون المياه في البركة. لا يكمن الخطر في البركة فقط ولا حتى داخل المزرعة، هنالك خطر آخر: الأسواق وأمكنة العرض. صادفنا العديد من باعة النعناع المتجولين، يحمل هؤلاء الباعة هذه الحاويات البلاستيكية على أرصفة الشوارع دون أي غطاء عازل يحميها من دخان السيارات. ليس دخان السيارات الملوث الوحيد، يتم نقل هذه المادة المستخدمة بشكل كبير جدا إلى الأسواق وتباع على الأرصفة في أمكنة شديدة التلوث. الخطر لا يتوقف فقط على أماكن عرض النعناع. نعود إلى الأسواق لنكتشف خطرا آخر قد يكون فيه النعناع ليس مجرد نبتة عادية، بل بوابة نحو السرطان: المواد الكيميائية. منين يجبر هذا البرودوي؟ هذا البرودوي اللي هو أولا البرودوي اللي كان يهرب من مستودعات المكتب الوطني لمكافحة الجراد، يهرب عن طريق بيدونات فانليتر الوايل جلوين، يهرب فيهم، وهو أصلا كان موجود في براميل، ويدخل السوق في نواكشوط، من نواكشوط ينتقل إلى نوايبي وإلى الداخل. وحتى الآن ضرك يمكن رصده في السوق، خاصة نقول لك في سوق كابيتال وسوق المغرب اللي هو مرصد المغرب اللي معروفة، ينجبر ينباع على الطوابل معبأ في باش زجاجية، عبوات زجاجية اللي هي باش راني. للحديث عن هذه الزجاجات القاتلة بحسب المهندس ماسا، توجهنا إلى سوق العاصمة، أخفينا آلة تسجيل صوت واستخدمنا كاميرا الهاتف للتصوير عن قرب. دخلت المحل كصحفي بل صاحب مزرعة يريد شراء هذه المادة. كان شرطي الأول أن تكون من المبيد للجراد، بذريعة أن مزرعتي أفسدتها الحشرات المضرة بالنباتات. وهنا كانت المفاجأة. لا ما هو موجود حديثا؟ انت كان نفس اللي يكتري جراد. هو نفس اللي يكتري جراد. انا قلت لك لو كان ما يكتري جراد يعمل الحديث يخلطوا الاثنين. هذه المبيدات مديورة إياك يقتلوا جرادة ب 3 جرام والله وزنها، أو طير ب 5 جرام والله ذاك، في الوقت اللي تستخدم للحشرات اللي في النباتات، اللي تضر النباتات اللي بالميكرو أقل من الجرام بكثير. معناه أنه يقد يلاحظ ألقاش من دون ما ينظر نظرة علمية أنه فعلا هذا سميته عالية ويستخدم في المساحات اللي خارج المدن، ونحن نقبضه ويهرب ويندى على أشياء نحن نستخدمها مباشرة اللي هي النعناع وصلاة وكرسي والبصل اللي يندى لهذا، وهذه من الأشياء الخطيرة جدا. فوضوية السوق قاتل آخر. انتقلنا إلى السوق المركزي بالعاصمة نواكشوط. كانت جل المواد هنا تباع في ظروف حفظ سيئة جدا. ترصد الكاميرا هنا بشكل واضح هذه المسافة القصيرة جدا التي تفصل ما بين محل بيع اللحوم هذا ومحل بيع المبيدات الحشرية، تماما كما ترتص هذه العلب والمواد الغذائية جنبا إلى جنب مع زيوت السيارات والمواد أخرى. كما فضلت هذه السيدة نشر حبات الفستق على قارعة الطريق لتشاركها المكان. دخلنا سوق كلينيك. الساعة 1 زوالا كانت درجات الحرارة عالية جدا، لدرجة أننا لم نعد نستطيع الاستمرار في العمل بسبب قساوة الطقس. الحرارة هنا تصل إلى 42 درجة، وهو معدل قد يعرض لذوبان وتحلل العلب التي تحتوي هذه المواد داخل هذه العلب وهذه القنينات. تحت الشمس العلبة اللي فيها الماء معروف عن الاستخدام مرة واحدة أولا. مسألة ثانية المادة المعدل فيها إذا تتعرض للأشعة الشمسية، خاصة ما يعرف بما دون الحمراء اللي فروج، تولد منها مادة تتصرف في تعد مصرفين. أيوة معروف، رجال ما يشرب وش من الماء في البوتيك، نهار حامي ماشي بدا يشرب سيركيلاسيون، راح وش عنده مقد تابلو دبور طول الوقت قطم قدام بوتيك نهار كامل أكبر ما يتواصل. يلا الدولة ما يقبل في القرارات اللازمة لردع هذا النوع من التصرفات غير تأصيل المادة موجود.
نقص مثلا موجود وخطير ومسرطن، هاي رواية معروفة. المعلبات تعرض تحت أشعة الشمس وبالهواء الطلق، وعادة إذا كانت المواد تعرض بهذا الشكل حتى إذا كان تاريخها جيدا يعني ربما نجد أنه تاريخ جديد، ولكن هي تلفت لأنه أصلا يشترط في كونها صالحة للاستهلاك يشترط أن تكون في ظروف تخزين جيد سواء كان في النقل. هذا على مستوى يعني حتى المواد المعلبات التي هي يشترط فيها التثليج أن تكون مثلجة، تأتي من الخارج مثلجة وتظل في الثلاجة حتى تستهلك بشكل مباشر. يقومون مع الأسف بعرضها تحت أشعة الشمس. كشفت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا أن تعرض قنينة ماء بلاستيكية لفترات طويلة من الحرارة تمكنها من إطلاق مادة الBPA ومادة الأنتيمون المكونة من عنصر كيميائي سام. ويقول الباحثون أن مادة BPA قد تغير مستويات الهرمونات وتؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، بل وتزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. بحسب الدراسة يمكن أن يؤدي إدخال الأنتيمون في نظامك إلى مجموعة من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والقيء وقرحة المعدة. التلوث وانتشار القمامة. للوهلة الأولى قد تبدو صورا لمكب النفايات، لكنها صور حديثة لأحد أكبر أسواق المواد الغذائية في موريتانيا. كمية الأوساخ هنا وانتشارها أكثر من انتشار البضاعة نفسها. لا يمكن أن تخطو خطوة إلا ودست القمامة. الباعة يجلسون على القمامة، المشترون يقفون على القمامة، والبضاعة تفترش القمامة. بتجل واضح لغياب نظافة الأسواق، فعلى من تقع المسؤولية. اتصلنا بالعمدة السابق لمقاطعة تجونين الدكتور محمد لمين شعيب، والسؤال دائما على من تقع مسؤولية تنظيف الأسواق من القمامة. إذن ابتداء من أكتوبر 2019 ملف النظافة لمستوى نواكشوط عاد تسيره شركة النظافة، شركة اللي يقول SMTD، الشركة الموريتانية لمعالجة النفايات الصلبة. صحيح أنها في الشهر أعتقد بدأت أكتوبر الشهر الثلاثة الأخير من سنة 2019 طلب مدير الشركة من بلديات نواكشوط أنه يتعاون معه خصوصا في الجانب المتعلق برقابة ومتابعة العمال، وتم بروتوكول مبدئي على الأمر، واستمرت تقريبا العلاقة مدة 3 أشهر. ابتداء من يناير 2020 تولت الشركة بشكل كلي لكن اللي متعلق بمتابعة عماله بملف النظافة. في البداية عقب ذاك شكلت لجان مقاطعية، لجنة مقاطعية رأسها الحاكم وعضوية العمدة، وهاي اللجان المقاطعية كان مفترض أنها هي جهة الرقابة والمتابعة على عمل الشركة، لأن الشركة ذات هي وزارة الداخلية هي اللي تمنحها مثلا إفادة إنجاز العمل اللي على أساسها تجبر حقوقها، تجبر تعويضات وتجبر بعض اللي معوض لها في كل مرحلة بناء نصوص الاتفاق. مفترض الاتفاق بدون ينص من جهة وهي اللي تحدد إذا كان بالفعل الشركة قامت بالمهمة. وكانت في البداية لندجنا على مستوى المقاطع، وقبل تلك العملية ما طوالت، وأخيرا بلغنا على انعات وزارة الداخلية مركزيا عن طريق إدارة التجمعات المحلية، هي اللي من حين لآخر وتعدل إفادة إنجاز العمل اللي على أساسه تجبر الشركة حقوقها. انتزاع ملف النظافة من صلاحيات البلدية جعل الأخيرة لا يمكنها إدراج التنظيف في إطار تبرير الصرف، ما جعلها تترك واجبا مكرهة بذريعة القانون. هذا عن موضوع النظافة بشكل عام. نعرف بالفعل أن الأسواق لها جزء من نظافتها، لها جزء من الملف، والبلديات بالفعل من حيث الصلاحيات اللي عندها معنية بتنظيم الأسواق داخل إطار العمل كامل. يظهر الحقيقة ما دامت بلديات ما عندها قاع ملف النظافة بشكل عام، ومن الناحية القانونية ما مبرر صرف النفقات على ملف ما هو عندها. بطبيعة الحال دورها في جانب نظافة الأسواق، بلديات نواكشوط دورها في جانب نظافة الأسواق أصبح مثلا
مثلا غائب اللي ما هي مسؤولته، ما هي تأتي الجهة اللي معنية بملف النظافة بشكل عام، دورها دور توجيهي، دور تأطيري. وكيف قلت مولي حتى ما هي الجهة باطقة اللي تحدد هي كان الشركة قامت بالعمل ولا ما قامت به، ولا هي الجهة اللي تتمنح ذيك الإفادة إنجاز العمل. بين وقع عنوان الحلقة الرهيب الموت القادم من السوق وهول البيانات المرعبة، التمسنا عنوانا آخر للنص يكون أكثر تلخيصا واختصارا، فما وجدنا غير جملة من كلمتين: تصدير الموت.